تأقسم بالله، تأقسم بالله على حاجة أصلا هي مش متأكدة منها. ازاي جالك قلب ازاي تحلفي بالله، بالله وتأقسمي بيه بحاجة انت مش متأكدة منها؟ ما عندكش دليل عليها ما اصلا. عندكيش اي دليل نهائي، انت ما تعرفيناش اساسا ولا احنا نعرفك، يبقى ازاي بتأقسمي بالله على حاجة زي دي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال دايما. رجعنا لكم بعد غياب فترة طويلة، احنا تقريبا بقالنا اكتر من 4-5 ايام ما بننزلش فيديوهات. ودي تقريبا أول مرة تحصل في القناة، يعني احنا بقالنا أكتر من سنة ونص في القناة. خلال السنة ونص دول احنا عمرنا ما غبنا يومين، يعني أقصى مدة كنا بنغيبهم يومين. يعني مثلا بنكون بنفصل شوية وبنرجع تاني، إنما المرة دي كان طبعا سبب قهري إن احنا نغيب عنكم، وده احنا ما كناش متعودين عليه، ولكن الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل. الأيام اللي فاتت كانت صعبة والله جدا، صعبة من كل حاجة، لكن الحمد لله عدت بحلوها بقى وبوحشها، عدت الحمد لله. يمكن دي أول مرة احنا نمر بحاجة زي دي، لسه يعني حاجة جديدة على هالة بالذات، فالحمد لله. مش عايزين بس حد يجري الفيديو برضو عشان تسمعوا الكلام كله من الاول للاخر. عشان في كلمتين كده يعني هقوله لكم مهمين جدا، ويعني كلمتين لناس، بس خلينا ايه مع بعض كده من البداية خالص عشان ما نجيبش سيرة الوحش قبل الحلو. لا احنا بنشكر كل الناس اللي كانت بتسأل على هذا الفترة اللي فاتت. بشكركم كلكم طبعا، وبشكر الناس اللي كلمتني على الانستجرام وعلى الواتس والفيس واي وسيله تواصل كلمتوني عليها. انا بشكركم كلكم، وبعتذر طبعا للناس اللي ما ردتش عليهم. معلش يعني حالتي كانت حرجه شويه وما عرفتش ارد على حد، فانا بعتذر لكم طبعا. طبعا فوق دماغنا والله، واحنا بجد انتوا عيلتنا الكبيرة حقيقي بجد، مش كلام والله. يعني بنفرح جدا لما بنلاقي ان احنا فعلا في ناس بتحبنا بجد من قلبها، وكل الناس اللي سألوا علينا ده انتوا فوق دماغنا، وانتوا اصلا يعني انتوا اساس القناة دي بتاعتكم مش بتاعتنا احنا. فشكرا جدا، وشكرا لكل اللي كان منتظرنا نرجع تاني. كل الناس اللي فضلت تبعت لنا رسائل او كومنتات، ارجعوا انتوا فين وحشتونا. كل الناس اللي كتبت لي كلمه حلوه او دعوه حلوه بشكركم طبعا، ولكم بالمثل طبعا. كمان عايزه احكي لكم باختصار كده اللي حصل معايا بعد اخر فيديو. انا قلت لكم المفروض ان انا بكره هروح للدكتور واشوف هيقول لي ايه بعد لما خدت الاقراص. كملت الكورس بتاعها وللاسف ما عملش معايا اي حاجه خالص ولا جايب اي نتيجه. فطبعا اضطريت ان انا اعمل عمليه اجهاض، فعملتها في نفس اليوم. يعني الفيديو نزل لكم الجمعه صح ولا نزل في نفس اليوم الخميس؟ هو كان في نفس اليوم، بس يعني نفس اليوم اللي هالة كانت منزلة فيه للأسف الحمل مش هيتم. الفيديو اللي هو آخر فيديو احنا نزلناه هو ده نفس اليوم. في نفس اليوم بالظبط انا عملت العمليه فيه. مم. رحت عملت العمليه، الموضوع اخد تقريبا ساعه، ما طولش يعني. بس فيما بعد الساعه بقى ربنا ما يوريكم يا رب، ربنا ما يوري حد. تعبت جدا بعدها والادويه ذات نفسها اللي كنت باخدها اصلا بتتعب، وما زلت لحد دلوقتي لسه باخدها. ويعني حالتي ما كانتش مظبوطه تماما. يعني الناس اللي مفكره الموضوع عادي وسهل وكده، لا الموضوع مش سهل ابدا. بس انا عملت العمليه وتعبت بعدها، قعدت حوالي تقريبا 4 ايام عند مامتي لحد لما يعني ايه حسيت ان انا ايه بدات اشم نفسي شويه، فقررت ان انا ارجع بيتي تاني. والحمد لله لسه راجعين امبارح، وده اول فيديو نصوره النهارده. فعايزه اقول بقى ايه كلمتين كده للناس اللي فضلت تقول هي اصلا ما كانش حامل، ده تمثيل، ده عشان المشاهدات وعشان ايه. لو انتوا حسيتوا يعني بذرة ألم كده من اللي انا حسيتها هتفهموا او هتحسوا ان اللي بيقول حاجه زي كده ما ينفعش ان هو يبقى كذاب فيها. ما ينفعش اصلا يدعي على نفسه ان هو بيسقط او مثلا عنده مشكله او كده. ما ينفعش حد يقول كده لو جرب الالم ده. لا، في ناس بتكذب وفي ناس بتدعي انا ماليش دعوه بحد، انا بتكلم عن نفسي. ما انا ما انا اعرفش ما قلوب انا الناس انا فيها او ضمير الناس انا فيها قبل ايه. بس ما اوريكم شويه حاجات كده. انا عايز اقول حاجه. في ناس بتكذب وفي ناس بتدعي المرض،
وفي ناس بتدعي الفقر، وفي ناس بتدعي كل حاجة وحشة عشان خاطر الناس تتعاطف معاها، ودول موجودين كتير جدا على اليوتيوب. تمام. لكن احنا يا جماعة ملناش في السكة دي، مش بتاعتنا. احنا عمرنا ما لو طلعنا. السكه دي يا جماعه بتجيب مشاهدات وحلوه، بس احنا ملناش فيها. احنا ممكن نطلع بقى كل يوم نعمل عليكم تمثيليه، مين عيان ومين مش عارفه ايه، ومين عنده مرض وحش، ومين عنده بتاع مش عارفه عنده ايه. مش سكتنا، مش والله العظيم، والله العظيم، والله اليوتيوب مليان ناس من دي، بس احنا مش منهم. احنا ما ينفعش نكون منهم، مع احترامنا لكل الناس ومع احترامنا بس ان السكه دي بتجيب مشاهدات على فكره، وبتجيب مشاهدات كويس قوي. واقول لك على حاجه، اللي ياكد لك ان السكه دي بتجيب مشاهدات، ان الفيديو اللي انت نزلتيه هو اعلى فيديو عندنا جايب مشاهدات الفتره دي، اللي هي الفيديو وانا لما نزلته اصلا ما كنت مش متوقعه ان هو هيبقى كده اصلا. انا لما نزلت الفيديو نزلته عادي بطمن الناس عليا بس مش اكتر. اللي هو يعني عشان بس انتوا متابعين معانا الموضوع من الاول، فبنطمنكم عليها. ما كانش هدفي بقى ان هو هيعمل ضجه، ولا هيعمل يجيب مشاهدات حتى، ولا طلبت لايكات، ولا طلبت اشتراكات، ولا طلبت اي حاجه ولا اي حاجه. واللي ما اتفرجش عليه يروح يتفرج ويشوف الكلام ده بعينه، مش دعايه للفيديو برضه، ده تاكيد على الكلام. لا والله خالص، والله احنا منزلين فيديو، والله العظيم اقسم بالله انا اتفاجئت اصلا بالمشاهدات. يعني انا اتفاجئت بالمشاهدات. ايا كان بقى، مش ده موضوعنا، مش ده موضوعنا. في بقى ناس دخلت تقول ايه ده، انا هحط لكم السكرين، انا هحط لكم السكرين دي بس نبذه كده صغيره. تمام. السكرين دلوقتي هيبان قدامكم. واحده كاتبه اقسم بالله انت ما كنت حامل اصلا، وده تمثيل ومش عارف ايه. طيب لما تشوفي بقى الحاجات دي ساعتها هيبقى شكلك انا ايه عايزه قدام اوريها بس. نفسك. كان في روشته بتاعت مركز طيبه وهي فين؟ مركز طيبه موجوده في العلاج. هاتي. انا بقى يعني عايز اعرف شكل كل واحده او واحد، شكلك ايه لما تشوفي الروشتات دي بتاريخ 13/10/2020. ماشي. التاريخ اهو. تمام. ومكتوب فوق اسم الدكتور، ومكتوب كل حاجه، واسم هالة اهي. تمام. كل حاجه فيها، والروشته مختومه اهي. تمام. وعنوان الدكتور دي روشته الدكتور خالد نعمان، كل اللي من بورسعيد هيكونوا عارفينه اهو، ومختومه بالختم بتاعه. خالد نعمان ده الدكتور اللي هالة راحت له، عشان اخر دكتور هالة راحت له عشان تتاكد ان هي خلاص هتعمل عمليه الاجهاض، اللي هو خلاص مش نافع. لان طبعا لما هالة قالت لكم حتى الفيديو ان قرايبها قالوا لها روحي اتاكدي عند دكتور خالد نعمان ده بيصبر شويه، بيخلي يعني الناس تصبر شويه على موضوع الاجهاض ده. فرحنا له. وعلى فكره ده اغلى دكتور في بورسعيد نسا، ده اغلى دكتور نسا في بورسعيد اللي هو خالد نعمان. تمام. طيب الدكتور اللي قبله بقى كان اسلام عادل، اللي عند مستشفى النصر العام ببورسعيد، برضو الناس اللي من بورسعيد عارفاه اهو. شايفين ولو ركزتوا في الدواء، بس طبعا يعني هو اصلا مش كاتبه واضح قوي. ومختوم اهو. تمام. دي الاقراص اللي كتبها لي، اللي هي اصلا بتاعه الاجهاض. دي هي هو بس دواء واحد بتاع اجهاض، هو دواء واحد بس اللي مكتوب اهو. لو حد بقى بيعرف يقرا هيقراها، هيجيبها يعني اهي. خلي بالكم ما بيتصرفش من اي صيدليه غير بالروشته المختومه من المختومه الدكتور فقط، عشان كده دي مختومه ودي مختومه، لان الاتنين فيها نفس الدواء. حتى لو رحت اديتله بتاع دوت يعني الورقه بتاعت البرشام يجيب لك زيها، محدش هيصرفها لك. والروشته برضو لو مش مختومه محدش هيصرفها لك. ده عشان مركز. كان في واحده من حبايبنا قالت ما ينفعش تقول اسم البرشام في الفيديو كده، هو ما بيتصرفش لاي حد. بعدين هو معروف اصلا، ده مالي النت، معروف عادي معروف. ده مركز طيبه اللي هي عملت فيه العمليه اهو. ودي العلاجات اللي لو حد بيعرف يقرا، اكيد في الناس منكم كتير بتعرف تقرا الحاجات اللي انا مش عارف اقراها دي. تمام. كلها ادويه مضاد حيوي وبتاع ده ومسكن وحاجات من دي. بالظبط. دي بقى اخر ورقه بس هي الدكتور مش كاتب على تاريخ. لا هي مش مكتوب عليها تاريخ يعني، ولا حتى الاسم ولا اي حاجه. هم خدوا الاسم والتاريخ بس في عندهم في الدفتر بتاعهم، في الدفتر، وانا كاتبه اقرار على نفسي ان انا موافقه وكل حاجه. انما دي روشته بس اللي الدكتور اداها لنا بعد ما طلع من اوضه العمليات عشان نجيب العلاجات دي، اللي هي دي موجوده اهي في الشنطه. مفيش داعي ان احنا نبيع. مش مشكله. انا بس حبيت بس اعرف الناس اللي كانت بتدعي ان هاله كذابه. لا احنا ما بنعرفش نكذب يا جماعه، وما بنعرفش نعمل الحاجات دي، مش سكتنا والله.
والله العظيم يا ريتها سكتنا. والله انا بتمنى ان كان هي زماننا في مكان تاني دلوقتي. كان لو زماننا بس دلوقتي كده. بنجيب 200,000 مشاهدة و300,000 مشاهدة زي ما الناس بتجيب التانيين، وكان زماننا قناتنا دلوقتي طلعت فوق شوية، وكنا قعدنا بقى نستعطف الناس واحنا غلابة، واحنا والله ما حالتنا حاجة، واحنا ما لناش في السكة دي خالص، على الرغم من ان احنا غلابة وكل حاجة، الحمد كلنا غلابة لله. بس يعني اللي انا عايز اوصله ان ما ينفعش ان بعد الظن اسم، ان بعد الظن اسم. ما ينفعش تقولي واحده تطلع تقول، ولا ده مش واحده، ده اكتر من واحده، هم مش كتير الحمد لله. الحمد لله احنا يعني 99.9 من الناس في القناه عندنا الحمد لله بتحبنا زي ما احنا بنحبهم واكتر كمان. احنا اتكلمنا عن الحلو واتكلمنا عن الوحش عشان خاطر الحلو ده اهم حاجة في حياتنا. بس طبعا. برضو الوحش لازم ايه، لكل فعل رد فعل. بالظبط، احنا بس حبينا نوري الناس اللي هي كانت بتدعي ان احنا كذابين. طب انتوا شكلكم يعني احنا ما بنعرفش ندعي عن نفسنا المرض، والله والله العظيم ما بنعرف، ولا بنعرف ندعي عن نفسنا اي حاجه وحشه. بالعكس احنا دايما بنتمنى لينا الخير وبنتمنى لغيرنا الخير. ولو كنا زي ما قلنا لكم كلنا في السكه اللي هي احنا غلابه، واحنا مش واحنا مرضانين، واحنا وابني مش عارف ماله ومش عارف ايه والكلام ده. ما ادم بيتعب كتير، ما ليه ما بنطلعش بقى واحنا رحنا للدكتور النهارده بادم وكتب لنا مش عارف ايه، وادم شايفين بيكح ازاي، شايفين عينه حمرا ازاي وكلام. مش بتاعتنا والله، والله العظيم ما بتاعتنا. اقسم بالله هاله قالت لي صور انت وعمر فيديوهات ونزلها في القناه اثناء ما هي تعبانه. قلت لها ازاي انا هيجي لي نفس ازاي، والناس هتقول عليا ايه، شوفوا لدرجه ايه، والناس هتقول عليا ايه لما تبقى مرات تعبانه وانا اخد اخويا ونروح نعمل فيديوهات ونشغل انا نفسيا اصلا مش على استعداد لذلك. نفسي ما تجيبنيش ان انا اعمل كده ومراتي تعبانه. فضلت قاعد معاها والله العظيم عند حماتي طول المده دي. انا مش متعود ان انا ابات عند حماتي كتير، بس انا فضلت قاعد طول مده غيابنا عن القناه معاها. ما سابنيش خالص غير اخر يوم كانت العربية بايظة وراح يصلحها عشان نروح. بس ف يعني يا ريت يا جماعه يعني ما تتهموش الناس بالباطل، سواء احنا او غيرنا، حرام. وزي ما قلت لكم تاني وتالت ورابع، احنا ملناش في سكه الاستعطاف دي خالص خالص، ولا لنا ان احنا نكذب عليكم، ولا كنا بندور على مشاهدات. احنا لو كنا بندور على مشاهدات كنا استمرنا في تنزيل فيديوهات كل يوم، عشان بقى احنا ما احنا بندور على الاقل كان مشاهدات. ابني بقى كان عمل فلوج العمليه وحاجات وصور. بقى من دي. وبعدها هلا يا جماعه خرجت من العمليه، تعالوا اتفرجوا عليها وشوفوها عامله ازاي وهي بتخرف وهي ولا اي الكلام ده حاجه، خالص. بالعكس احنا مش بقى بتاع انا الكلام ده خالص. حتى لو كان ربنا تمها على خير والحمل كمل، ما كناش لا هنعمل فيديو بتاع ده ولاده ولا فلوج ولاده ولا الحاجات دي خالص. احنا مالناش كنا في ممكن الجو ده. نعمل فلوج ولاد عادي كفرحه، وكان احنا رايحين وكده، لا انما كنا ان انا هنصور لكم اصور. اسبوع ماشي، لكن ولاده لا، دي ليها حرمه وما ينفعش ان احنا. لا طبعا مش ما اقصدش الولاده، لا احنا ممكن ايه انا وهلا كده مثلا واحنا رايحين المستشفى واحنا داخلين بتاع، بس انما بدايه ماشي، بدايه ماشي. كبدايات، انما ما اخشش جوه اوضه العمليات لا يعني بره الكلام ده خالص، ومش مش قصتنا، مش حتتنا الحته دي خالص بصراحه. انا بقول لكم بصراحه يعني. لكن احنا كنا ممكن يعني اللي هو ايه، اللي هي الحاجات اللي هي الذوق من بره كده زي ما بيقولوها، بس انما الحاجات التفاصيل الداخليه دي لا طبعا ما ينفعش. فيعني خلاصة الكلام ان احنا النهارده طالعين نطمنكم علينا اننا الحمد لله بقت كويسه، وان شاء الله هنبدا معاكم فيديوهات من بكره عادي. فيديوهات بقى على حسب بقى الفيديو اللي هتصور تحدي غيره. ان شاء الله هنبدا من بكره معاكم عادي، مفيش اي حاجه. عايزه اقول برضو للناس دول ما تتهموش حد بالباطل، عشان ما تضمنوش ظروفكم ايه، وما تضمنوش الدنيا عامله معاكم ايه. ما حدش ضامن حاجه. انا في يوم وليله تلاقيت نفسي في اوضه عمليات، الله اعلم انا ظالمه مين، انا متضايقه على مين، انا متبليه على مين. ربنا بقى، انا بقى ايه بين ايدين ربنا، هو ساعتها المتصرف فيا ومتحكم فيا. ف يعني ناخد بالنا من النقطه ديت. المشكله ان الناس دي كانت بتقسم بالله. ده انا السكرين اللي انا وريته لكم، شوفوا يعني طبعا في ناس كتير ردت عليها، شكرا ليكم جدا والله، يعني انتوا فوق دماغنا. انتوا متخيلين اللي هو اقسم بالله انت ما كنت حامل اصلا؟ ازاي يجيلك قلب، ازاي تقسمي بالله بحاجه انت مش متاكده منها؟ ازاي يا جماعه؟ الناس دي بجد، الناس دي
الناس دي مريضة، الناس دي ما هياش طبيعية ابدا، الناس دي بلاش كلمة مريضة لا لا أقول عادي، مريضة كلنا عشان مرضى نفسيين، في ناس في ناس بتزعل من الكلمة ديت. لا، كلنا مرضى نفسيين، مفيش حد انا على مش عارفه فكرة. هما بيزعلوا منها ليه اصلا. ما تزعلوش مني اللي على راسه بطحه بيحسس عليها ليه. لو انا في حاجه، لو انا مثلا انا من الناس اللي بعد اشك في مخالق ربنا وبعد ادعي عليهم، اقول ما قصدهم عليا وبيتكلموا عليا. ما انا بتكلم في كده. احنا بصوا، احنا لو كل واحد فينا راح لدكتور نفسنا هيقول له انت مريض نفسي. فالمرض النفسي درجات. فالناس دي اوفر قوي، الناس دي الموضوع بقى خلاص خرج من ايديهم، فلت. فيا جماعه عيب 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 اللي انتوا بتقولوه دوت، وعيب يعني احنا كنا بنتقبل كل الانتقادات، وكنا ممكن نتشتم عادي، وكنا والله ما كناش كنا بنكبر دماغنا زي اي قناه عادي يعني. بس لما توصل لان واحده تأقسم بالله على حاجة أصلا هي مش متأكدة منها، إزاي جالك قلب إزاي تحلفي بالله وتأقسمي بيه بحاجة أنت مش متأكدة منها، ما عندكش دليل عليها ما اصلا. عندكيش أي دليل نهائي، أنت ما تعرفيناش أساسا ولا إحنا نعرفك، يبقى إزاي بتأقسمي بالله على حاجة زي دي؟ تمام. بس يعني عشان ما نطولش عليكم الفيديو، احنا كنا طالعين طبعا نطمنكم علينا، واحنا الحمد لله كويسين والله، ما فيش اي حاجه الحمد لله. احنا دلوقتي كنا فين وبقينا فين، كله فضل ونعم من عند ربنا. واستنونا بقى في الفيديوهات الحلوه اللي جايه ان شاء الله الفتره الجايه من اول بكره. احنا مش هنتاخر عليكم تاني باذن الله، يا رب ما يجيبش اي حاجه وحشه عشان ما نتاخرش عليكم تاني. من اول بكره هنبدا ننزل فيديوهات. وما تنسوش بقى لو انت اول مره تتفرج علينا اعمل لنا لايك وسبسكرايب للقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.